يا ابني ايه يا ابني بالراحة. ايه النفخة اللي انت فيها دي؟ ايه الكبر اللي جواك؟ ايه اللي انت بتتكلم العالم من مناخيرك كده ليه؟ وضع غريب بتقابله ببعض الشخصيات عندهم حتة الكبر ده، فاضلهم شوية ويترشقوا، فاضلهم حبة كده والدنيا لو إبرة كده نفخة كدابة مش طالعة غير من شخص فاضي. يعني تفكر في المتكبر ده، الإنسان اللي شايف روحه حبتين على البشر ده، يعرف إن آخره فاضي. والله هو لو كنا نقول دايما المليانة ما تلقش، ده لو حد مليان، مليانة اللي هو زي ازازة المية كده، دي لو مليانة مش هتلق كده، دي لو مليانة هتلقها يمين شمال، هي ما المليانة ما تلقش. فأنت حتة الفراغ اللي عندك، حتة النقص اللي عندك هو اللي مخليك النفخة دي، مش كده؟ فأنت لا 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 لا، المتكبر ده لا يلاقي قلوب مفتوحة له، ولا يلاقي رب سبحانه إلا يحب المستكبرين. لا هو محبوب عند البشر ولا محبوب عند رب، ولا محبوب عند رب البشر. كبره ده بقى جاي منين؟ جاي من ان هو حاسس ان هو متميز عن غيره، بوضع مادي، بشغلانه معينه، شايف العالم اقل شأنا منه، هو من العيله الفلانيه وانا من العيله الفلانيه، وانا معايا وابوه ولا هو معاه ولا حته يعني التميز دي، وان انا شايف روحي افضل من البشر، والله بتؤدي الى الهلاك. فانت او صاحبك او اخوك او جارك، ايا كان البني ادم اللي حد بيكلم العالم من مناخيره او اللي شايف روحه فوق البشر، يعني مفيش حد تكبر ونفع من اول التاريخ لاخر التاريخ. مين يا عم؟ انت هتبقى مين؟ انت هتروح فين؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انت مش ربك اللي بيقول كده؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فانت بتتكبر على ايه؟ ده انت نهايتك جيفه وبدايتك نطفه. يعني انت خرجت من مجرى البول مرتين. انت يعني اللي بيتكبر ده يعني يفكر في بدايته وفي نهايته. يعني كان يقول لك تنتنه عرقه، يعني حته حبه عرق ما يبقاش حد طايق ريحتك. وبدايتك ايه؟ ده انت بدايتك. فانت تتكبر على الله ازاي؟ انت تتكبر على الخلق الله ازاي؟ انت مميز عنهم بايه؟ انت زي ما كانوا بيقولوا ليك 24 قيراط انت واخدهم، سواء في شغلك في عيالك في بيتك. غيرك واخد ال 24 قيراط برضه. انت هتلاقي عندك خلل مش هتلاقي عند غيرك، وهتلاقي غيرك عنده خلل مش موجود عندك. فاحنا بنكمل بعض. التكمله دي ليها يعني بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريه. فانت حته ان انت في مكانه معينه، لكن انت مهما كان، انت لو وزير انت محتاج للنجار، محتاج للميكانيك، محتاج للسباك، ومحتاج للمنجد، ومحتاج للكهربائي، محتاج لبتاع السيراميك، انت محتاج له، ومحتاج للبواب، انت محتاج لكل دول. انت مش ولا انت اللي هتعمل السباكه بايدك وهتعمل الكهرباء بايدك وهتعمل ما هو مش هينفع. كله بيخدم كله، كله بيعود على كله. لما هتتعب هتروح للدكتور، ولا انت اللي تعالج روحك؟ ابنك بيتعلم هتوديه المدرسه، ولا انت اللي هتعلمه في البيت؟ ما هي كلنا محتاجين لبعض، هي دايره. ده بيحتاج لده وده بيحتاج لده وده بيحتاج لده الدايره لفه على كله. اي واحد في مكان محتاج لكل الباقيين. فمفيش حد فينا يتكبر على التاني، مفيش حد فينا يحس ان هو مميز عن الاخرين. يعني انت لو مميز مفيش منك اتنين ومت، الدنيا هتقف؟ مش هتقف الدنيا. لو هتقف على موت حد كان واقف على موت محمد صلى الله عليه وسلم، ما وقفتش الدنيا. مش كده؟ مشينا على نهجه لكن مش موجود في الدنيا سيدنا محمد. فانت اوعى تفكر ان انت الدنيا من غيرك هتخرب. لا 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 والله، الدنيا هتمشي، واللي بأرجعص منك لو غاب ولا مات الدنيا هتمشي. فانت تتكلم مع العالم بطريقه رحيمه، تقرب من الناس، يعني تعامل مع البشر بطريقه افضل من كده. يعني ممكن اللي انا
تقرب من خليك انت عارفين بداية بعض وعارفين نهاية بعض، فيا ريت نتقرب من بعض ونتعامل مع البشر بلا كبر. ما عندناش اللي يستحق ان احنا نتكبر عليه ولا نتكبر بيه. لازم نكون رحماء ببعض وبالبشر. السلام عليكم.